السلام عليكم شباب، انا اشوفكم ان شاء الله تكونون بخير. معكم جديد هجاك، واليوم رجعت لكم بمقطع جديد من سونيك فورسز سبيد باتل، واليوم رجعت لكم بشخصية جديدة ونعم انفينيت اللي هو التشالنجر. فاليوم راح نفتح انفينيت ونجربه، وطبعا راح اربط هذا طبعا المعذرة اني قدمت وما ادري شنو، لان انا صورت فيديو حق مافلس، فراح يكون هذا الفيديو دمج، راح ادمج بين الفيديو حق مافلس وحق انفينيت من ناحية الجيم بلاي. فالحين خلونا نفتح الصندوق ونلعب بانفينيت. Let's go Infinite Unlocked. طبعا انا تعبت وعانيت من اجل اني اجيبه، واخيرا قدرت اجيبه Infinite Challenger. طبعا راح نلعبه ونصور به جيم بلاي. راح نلعب تقريبا حوالي 6 أو 7 ايام، وبس ننتهي من الجيم بلاي راح اقعد في المونتاج امنتج المقطع، اربط بين الفيديوهين وما ادري ايش، واسوي اختصارات. راح انشره. طبعا مثل ما تشوفون قدرات انفينيت تقريبا مشابهة لقدرات مافلس، بس انه شوية يعتبر مافلس اقوى من انفينيت. اوه وش ذا؟ وش نقص الرينج اللي عندي؟ لا تقولي انه الداش حقه ينقص مني الرينج. والله اول مرة اعرف كذا شيء. الظاهر طلعت مو بس شخصيات السوبر، طلع برضو التشالنجرز يصرفون الرينجز مثل سوبر سونيك وشادو وسيلفر. المهم طبعا في اختلاف بين انيميشن حق انفينيت ومافلس، حيث انه انفينيت عندها انيميشن بداية السباق، يعني لما يجي يلوح بدينه يمين ويسار وما ادري ايش، وكانه كذا نوع من السحر. طبعا الداش حق مافل انفينيت عكس داش مافلس، لانه مافلس ما يحتاج رينج، اما بالنسبة لي انفينيت يكون داشه زي داش الشخصيات السوبر، يعني لو ضغطت الداش في منطقة معينة في السباق راح تقدر تفوز. خلاص عادين درينا. طبعا راح العب جيم واقارن راح العب جيمين واقارن مافلس بانفينيت. هسه الحين راح نقارن قوة انفينيت.
يا ربي، قصدي الغي الداش. طبعا هو ما راح يكون يعني قوي ذي درجة، بس راح نمشيها لانه ليفل واحد، يعني مو ليفل عالي كلش. لو كان ليفل عالي كنت جلدتهم جلد زي مفلس ليفل 4 كنت قاعد العب في لعب. وكنت تقريبا افوز كل 5 قيوم، و3 قيوم اخسر بيها. اوكي هسه الحين راح نلعب بميفلس، راح نقارن بيناتهم. واو، كلنا ميفلس ما عدا واحد متوحد فينا شادو. لو ركزتوا على انيميشن حقه، هو كان يلوح بيديه، مختلف كليا عن انيميشن تلويح اليدين لدى امثلة. وطبعا هذا الشيء معروف لانه الشخصيتين بيناتهم اختلافات. ما راح اتكلم، راح ادمج المقطع من ادمجن بالمونتاج، راح تعرفون ليش جاني كذا يعني توتر او قلق. اظن ان السبب معروف، قاعد يسكن كذا. ركز فوق في اليسار. عندي داش من اول وانا ما ادري. نايس مخ عندي. اوكي راح نجي لحظة الصراحة حتى اكون سريع معاكم. قدرات انفينيت وميفلس تقريبا متقاربة، بس عشان اني لفلت ميفلس للليفل 4 زادت قوته وزاد الداش حقه، اما انفينيت ما زال ليفل 1 فيحتاج وقت حتى عشان يتلفل. يعني يستخدمون الحركة في المنطقة المضبوطة يا أخي، ما تدري كيف قاعدين يستخدمونها. الظاهر انه هم الوعيد صار لهم سنين في اللعبة، وانا يعني توني قاعد ابدي في اللعب منذ شهور واسابيع، فمستواي اكيد شوية يعني مو مضبوط، لأنه في الوعيد قاعدوا يلعبون اللعبة بالسنين من بداية نزولها لحد الآن. واو نايس، نفس اللي صار لي. Nice Sega and hard light. Nice. هم
هم دائما يسوون في هذه الحركة، ينقطع النت في منتصف اللعبة. اوكي، انفنت الزعيم، استخدمت حركة الزعيم عليه اللي هو الشخصية. احتاج اني اخذ رينج حتى ازيد السرعة حقي. اوتش. اوكي، خلينا نستخدم الداش الحين. اوه مان، ولا اعطوني شيء. اتمنى انه سيجا تشوف ذا المقطع. سيجا, if you see the video, please remove the ID from the game because it's making your game shit. Do you hear me? ما راح اترجمها، خلوا هم يفهموها بنفسهم، حتى هم يفهمون بنفسهم ايش قاعد يسوون. واو، ليجو دكتور ايجمان تشالنجر. واو نايس، بداية جدا جميلة. يا ربي كم قاعد يطلع من فمي دم، قصدي الدم. يا الله، قاعد اخبط في الكلام. أخيرا، وما أعطوني تروفي، يا إما ينقصوني أو ما يعطوني. أوكي، المهم على أي حال أتمنى أن المقطع استمتعتم حق اليوم. إن شاء راح أحاول إني أسوي مقاطع أكثر لسونيك فورسز، وأحاول أنشر كثير عن اللعبة. لا، ضغطت كانسل. اوكي، خلونا نلعب جيم واحد ونحاول ناخذ المركز الاول فيه. طبعا انكتم الصوت لان اجا اعلان فيديو. الظاهر انه اعلانات الفيديو هي اللي تأثر على الصوت، يبغوني ادفع حتى اشيل الاعلانات. ما شاء الله تبارك الله.
You want pain? I'll give you pain. Drawn to darkness, singing to darkness. Dance my shadows. Dance. طبعا هذه الجملة ما راح يفهمها إلا لعب سونيك 2006 وجبنا المركز الأول. أوكي، على أي حال أتمنى أنه الفيديو يكون عجبكم، وشكرا على المشاهدة. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. كان معاكم شادو ذا هيدجهوج. يلا مع السلامة. باي.